السلام عليكم بنات. تنتمنى كما العادة ودائما أنكم تكونوا على خير وبخير، أموركم هانيين وفرحانين وناشطين. جمعة مباركة بصحة والسلامة وطول العمر، والله يجعل هاد الغيت هذا غيت نافع، ويا ربي ترحمنا غيتا نافعا لا مضر فيه. وهاد الغيت هذا يصيب القلوب تيريحهم، وربي راه رحيم بالعباد ديالو، ربي راه ما تينسى حتى شي واحد. خص غير البشر يتعظ ويرجع يستغفر مولاه ويتوب، ونهربوا على البغض والحقد والكراهية. كما العادة رجعت لكم بقصة جديدة، وهي قصة للعبرة. كالعادة أن القصص ديالي دايما كاين العبرة أنهم كاين في المجتمع ديالنا اللي حنا عايشين فيه، المجتمع اللي حنا تنترجوا أننا نخرجوا منه بلا ذنوب. إيوا يا سيادي، القصة ديال اليوم مختلفة على القصص اللي قلت لكم هذه شحال. يعني الاغلب القصص ديالي انهم العرس النسوي هما اللي تيحكيو هاد القصص، ولكن القصة ديال اليوم انه واحد السيد هو اللي تيحكيها على حياته وعلى ما داز عليه وعلى ما وصل ليه. بسم الله، نبدأ على بركة الله. القصة ديالنا اليوم خاصة بواحد الراجل كان تيشتغل في واحد الشركة أو سوسيتي، واحد الشركة لمدة 10 سنوات. لمدة 10 سنوات هو تيشتغل في داك المجال هذاك، وفي داك عند داك السيد هذاك، حتى من انه كان واحد البوست صغير في الشركة، حتى انه جعلو الله يترقى ولا هو المسؤول على كاع داك الخدامه اللي في داك الشركه. يعني خدا الثقه ديال مورشي انه كلفو بكافه الاعمال، وما عنده لا حسيب ولا رقيب من غير الله سبحانه وتعالى. انه عطيه توكيل شامل في انه يدخل خدامه، يخرجهم، يخلصهم، يراقب اي خدمه كاينه عنده في الشركه. ايوا بقات الامور كما عليه، حتى داك السيد انه حس بالغرور وصافي. بقى راك عارف شي واحد ملي تيكون في شي منصب تيبغي يحكم وتيبغي انه بزاف د الحوايج. المهم السيد بقى انه تيستغل اي مرة ولا اي بنت خدامة عنده في داك الشركة. ما يمكنش يشوف شي وحدة وما يبغيش يهضر معاها، ولا ما تبغيش تهضر معاه وتبقى خدامة في الشركة. الشيء لانه بداها في الاول غير كتفليا مره مره، وهذا من بعد صافي ولا عنده بحال انه بحال شي فيروس ضاربو، صافي ولات فيه عاده، نقدر نقولوا ولا مبلي بشي حاجه سميتها البنات وداخلين خارج الشركه. خصو المهم شاف هذه عجباتو فلانه، خصها تكون ليه، ما يرتاح حتى تكون ليه، وصافي من يقضي غراضو صافي تيطردها من الشركه. ما تيبقى عندها لا حول ولا قوه، غير انها تستر راسها وتمشي في حالها. شنو علاش جرى عليها؟ المهم تتبقى هكاك من البنت للبنت للبنت للبنت، البنت اللي جاتو عجباتو تيبقى هكاك تيطيحها في الشبكه، وصافي تيقضي غرضو وتيطردها، ما تيخليهاش حتى خدامه، حيت صافي سالا منها، ما خصوش يشوفها قبالة عينيه، ولا تجي شي وحده اخرى وتكحل له الدوسي قدامها ولا شي حاجه باش ما تشيعش الاخبار ديالو. مسكينه اللي وقع لها شي حاجه تتستر راسها وتمشي في حالها، من تيطردها وتمشي في حالها، تتجمع حويجاتها وتمشي بحالها. استمر على الامر على داكشي سنين، سنين هو مستمر على داكشي، حتى شاءت الاقدار ان واحد النهار غادي تجي شي واحد السيده تخدم داك الشركه هذيك خارج من داك المدينه اللي هي فيها داك الشركه، يعني جايه مدينه اخرى باش تخدم تما، نظرا للظروف ديالها الماديه ولا الظروف ديال المدينه ديالهم ما كايناش خدمه ولا الثمن مغري. المهم تختلف علاش جات هي لداك المدينه خدمت في داك الشركه. السيده مشات لداك الشركه، خدمات، السيد شافها كما العاده عجباتو بغا صافي. المهم بغا حتى هي يدير ليها بحال اللي دار البنات الاخرين. المهم عيا بجميع وبشتى الطرق انه يطيحها في الشبكه، مي ما دخلتلوش امر الواقع كما بغا يدير، ما دارتلوش. المهم كانت متعنته شويه معاه، تخدم خدمتها، تجاوبوا على قد الهضره، ما تترضخ حتى شي حاجه تيقولها. صافي السيد ولا راسو قاصح، قال والله منها ما نكون، ما انا راخيها، والله تنجعلها طيح كما طاحت اي وحده اخرى، شا تحسب لها عند راسها. المهم من جميع البيبان لقاهم مسدودين في وجهه، مشى دخل لها من باب ديال الحلال. عبد الناس، انا باغيك، باغي نمشي لداركم، باغي نتزوج بيك، عجبتيني، داخله سوق راسك، انت هي البنت اللي كنت نقلب عليها، ما يمكنش اي واحد يضحك عليها، ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. المهم
كلا لها راسها. من جاها من هاد الباب هذا السيده قالت له انت عارفه. صافي دخلها من داك الموضوع ديال المعارفه باش انهم يدخلوا في علاقه ديال المصاحبه، وما يصطلح عليه انها تصاحب هي وياه. المهم تصاحبوا مده ديال شهرين، زادوا 3 شهور، 4 شهور، السيده ولفات وبدات تتبغيه. هذاك الشيء اللي كان تيقلب عليه هو قرب يوصل له. السيده صافي بقات تبغيه، تسمع حضرته صافي. قال لها صافي انا غير نمشي للوالده، ومشي عند الوالده ولقاها راها كاينه ولاباس وبخير، غادي نفتحها في الموضوع. المهم بقات دايره هاد الشهر من بعد عاوتاني قالت له اجي للدار. قال لها واخا الوالده ديالي راه ما كايناش في المغرب، راه خارج المغرب، غير دخل المغرب ونجيو نخطبوك ان شاء الله. هذه هي التاليه. صافي المهم بقات دايره هكاك الوالده دخل. السيده بقات تتبغيه صافي. قال لها عندي لك واحد الاقتراح. قالت له اما هو؟ قال لها شنو الرأي ديالك انك تجلسي معايا في الدار وتقابلي لي اموري وتجمعي الدار وتصبري لي حويجاتي وتوجدي لي من ناكل، راني تقهر تبعيش تزوفري وبوحدي وبعيد على الدار. دابا انت راكي بحال لي مراتي، انا غير تجي والده ديالي من الخارج ونمشي لداركم نخطبوك في سيمانه وحده ونديروا العرس ونتزوجوا وانت راكي حلالي وهادي. المهم قنحها، راك عارف انت تبغي شي واحد شي حاجه قنحها. قالت له نفكر. مشات خدات واحد دوجوغ فكرات وشفت راسها تهنى متمارة وفيقا بكري وتمشي وهذا تاقت فيه. قالت له صافي. المهم مشات سكنت معاه، بقات تخدم تتخلص شاك موا، مع هاد الشهر لهاد الشهر لهاد الشهر. المهم راكم عارفين السيده عايشين بوحديتهم في الدار. صافي راه كلا لها عقلها. صافي راه تقولها انت مراتي، انت هادي صافي، انت هادي دارك، هادي قادي هاد البلاصه كما بغيتي، هادي الدار ديالك، هادي هذا، وانا ما عندي هذا وما نقدرش نعيش بلا بيك وانا نموت بلا بيك. المهم صافي ولاو عايشين نيت بحال مزوجين، ناقصهم غير انهم يتزوجوا قدام عائلتها وعائلته. صافي بقات الامور كما عليه. صافي الوالده تجي نمشي لداركم ونديروا الامور ديالنا ونجيو هادي دارك قادي هادي. صافي السيده هي هذيك تتنوض تتوجد له الماكله، تصبر له حويجاتو، تقاد الدار، ترتبها، تمشي تتقدا، وفي بدايه الشهر تتخلص بحال اللي خدامه في الشركه، بحالهم محسن كاع بلي بريم ديالها بكلشي. المهم جا واحد العيد تقدى لها كل داكشي اللي تتبغي واي حاجه بغات وكساها وكسالها العائله ديالها داكشي اللي بغات تدي لهم. تتبغي تدي شي كادو لعائلتك الوالدين ديالها وخوتها، شالها كاع داكشي اللي بغا. وصافي مشات لدارهم، قالت لهم نمشي لدارنا يفوت العيد وعاد رجع. مشات لدارهم. ملي مشات لدارهم وجات حتى هو صافي مشى لدارهم، هي راه مو كاينه، غير ما بغاش يقول لها راه كاينه حيت صافي راه بقى تيتفلى عليها. ملي مشى لدارهم هو في داك العيد هذاك قال لمو بغيت نتزوج. قال لها شوفي ليا بنت خالتي نتزوج بها. صافي خطبوها، مشاو خطبوا له بنت خالته، داروا الخطبه كي دايره وعائلتهم كامله حضرات، وداروا غادي يمشي غير واحد 6 شهور وغادي يرجع يدير لاكط ويدير العرس ويدي مراته للمدينه اللي هو خدام فيها. صافي السيد صافي خطاب، عطى الصداق، تيوجد انه شهر غادي يجي يدير العرس ويروح مراته والدار اللي هي ساكنه معاه فيها السيده. صافي داز داكشي العيد، هو رجع للبوست ديالو، السيده وتا هذيك السيده اللي هي صاحبته رجعات للدار. صافي مع كان هادي شحال مده ما شافاش. المهم جلست معاه السيمانه الاولى الثانيه، بقى تيفكر كيفاش ان خصو صافي يشبع منها، خصو يتخلص منها، ما يتزوج بها. صافي خصو يتهنى منها، هو ديجا راه خاطب وخصو يجيب مراته للدار. بقى يشوف الاسباب وهذا السيده ما تدير له والو ما هذا، بقى يتحجج بهذا. وهي براسها جات بقات تقول له صافي خصك تمشي لدارنا، خصك هذا. صافي انا عييت من هذا الشيء، انا ما نقدرش قاده نكذب على دارنا، خصك تمشي تخطبني من دارنا. قال لها صافي واخا. عيط لواحد خوه، قال له انا دير الوقت الفلاني صوني عليا في التليفون، قول لي الوالده ديالك راها جات من على برا، وقول لي راها عيانه بزاف، اجي دابا. صافي داكشي اتفقوا ويا خوه من دخل للدار وكلا وطرف وداكشي. صونا له التليفون، الو خويا شنو كاين؟ الو الوالده راها مريضه عيانه بزاف، اجي دابا شوف تلقاها ولا ما تلقاهاش، راه بين الحياه والموت. صافي اجي. ناض بالزربه، لا 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 ما امي غادي تهدى، امي مريضه، انا غادي نمشي. المهم مشى هذا قال لها يلا نخرجوا، انا نمشي للدار عندنا الوالده. قالت له صافي سير خليني في الدار.
قال لها لا، يلا تمشي تخرجي بلا ما نخليك هنايا حقا بعدا بوحدك ولا هذا، سيري عند شي صاحبتك تنجي واجي. المهم مشى غبر واحد يومين ولا 3 ايام على ما مشات هي خرجت وداك الشيء، ولا رجع للدار. من رجع للدار كاع ما عيط لها، بقى هكاك. حتى هي سولات فيه وداك الشيء، ولقاتو راه في الدار. جات عنده وقالت له علاش ما عيطتيش من جيت وداك الشيء باش انا نجي للدار. قال لها راه ما بغيتش نقلقك وصافي. قالت له شنو ياك لاباس الوالده بخير هذه؟ قال لها الوالده راه كانت عيانه بزاف، وقالت لي قبل ما وقع لي شي حاجه ونخليك بوحديتك راه خطبات ليا بنت خالتي. وهي ديك اللحظه هذيك تصدمت حياتها، كيفاش ان السيد اللي هي عايشه معاه بحال مراته خطب يتزوج بوحده اخرى. هي هذيك بقات تتغوت وتبكي، قالت له كيفاش خطبات لك الوالده وكيفاش هذا. قال لها واش انا امي اللي فرضت عليا ولا ما نقدرش نقول لما لا تمشي تجيها شي كريز ولا شي سكته قلبيه وتموت بسببي؟ انا ما نقدرش نقول لما لا. دابا صافي هزي حوايجك وسيري بحالك، الوالده ديالي خطبات لي. وبقات تبكي وتغوت وترغبو وتزوق فيه. عافاك سترني عافاك سترني عافاك سترني، غير اجي لدارنا وتزوج بيا ونطلقوا ودير اي حل بغيتيه، غير المهم سترني. عافاك ما تدمرنيش، راني غادي نتدمر الا سمحتي فيا ومشيتي تزوجتي. شنو غنقول لدارنا ولخوتي والوالديه؟ شنو غادي نقول لهم؟ المهم عيات تبكي وتشكي، والو السيد والو مقرر، حيت راه ديجا خاطب، راه خصو يخوي الدار باش تجي مراته. صافي هو اي وحده تفلى عليها صافي ما صالحاش انها تزوج بها ولا يجي هذا. ايوا صافي السيده عيات ترغب وتزاوج. صافي خرجها من الدار، هزت حوايجها خرجت من الدار، مشات عند شي صاحبتها واحد الايام تجلس معاها على ما تشوف شنو غادي دير في حياتها. مشات عند داك صاحبتها جلست واحد 4 ايام ولا 5 ايام فحال هكاك، وهي تعيط ليه في التليفون. جاوبها شنو بغيتي؟ قالت له توحشتك. عافاك انا مزوقه فيك، راني توحشتك بزاف وما ودعتكش، وكنت تقهر ديك الساعات وهذا. نجي عندك غير هاد الليله نبات معاك في الدار تما، ولا غدا انا غدا لدارنا. بغيتك تعطيني شي حاجه د الفلوس باش نمشي بحالي لدارنا، وما عمرك باقي تشوف وجهي. سير الله يسهل عليك ولد الناس، خطبت لك الوالده ديالك، بغيتي تتزوج بنت خالتك، سير الله يعاونك. وكان نيت هو توحشها وتوحش داكشي ديالها وعايش في الروينه. قال لها اجي. ايوا المهم جات عنده داك الليله هذيك، طيبات له الماكله كما العاده، لقات الدار مرونه، جمعتها سيقتها الحوايج صبناتهم، جمعت له كلشي وتعشى وباتوا داك الليله هذه باتت معاه. في الصباح ناض عطاها داك الشيء اللي موافق يعطيها، عطاها الفلوس، خلصها بحال اللي خدامه مزيان، ووصلها لمحطه الكيران. صافي تيسلم عليها، صافي تهنى من المشكل اللي كان في حياته، صافي هو يتهنى منه. ايوا وهي اللحظه اللي جات تطلع في الكار دارت فيه، قالت له فلان. قال لها شنو؟ قالت له ما تنساش انني بغيتك بزاف، وتا بنت المراه ما تقدر تبغيك الحب اللي انا بغيتك ليه، و... وغريتيني بزاف د الحوايج وهذا. قال لها مسامحين؟ قالت له ما مسامحينش، ما مسامحك حتى اليوم البعث، ما عمرني نسامحك. وزادت واحد اللحظه قالت له عادل. طال فيها باللور، هي زادت هو زاد. قالت له الا نسيتها فيك راها عرفها ما ولدتهاش بنت المراه، ولا خليتها فيك عرفها ما ولدتنيش مراه قاده، وإلا ما رجعتكش مدلول مجرجر عرفها اللي ولدتني ماشي حرة وماشي مرة، وعمر دقتي ما غادي نساها، ودير رجها في الرجال وترجاها، وديرها في النساء ولا تنساها. وركبات ومشات بحالها. وصافي قال السيدة زايدة ناقصة هدرتها، وقالت هضره ومشات بحالها. شنو يوقع كاع؟ اش عندها يخرج منها؟ تتبقى غير مرا تشوه راسها تجي عندي للدار ما عرفانيش فين هذا. صافي اعتبر هضرتها زايده ناقصه، ومشات بحالها. صافي مشات بحالها صافي ما بقاتش تهضر معاه، ما بقى يهضر معاها ما حتى حاجه. هو مشى رجع لدارهم، تزوج بنت خالته، داز خسر على العرس تبارك الله وصلى على النبي. داكشي ديال الضخامات خسر كتر من داكشي اللي تيتصور اي واحد. يعني عرس اسطوري دار لبنت خالته بجدهاج بكل شيء. المهم كاع داكشي اللي تتمنى اي بنت دارته. صافي داز العرس، دا المراه معاه للدار، السيد كذلك، بقاو هكاك عايشين. هو واحد النهار
بنت خالته سمحت فيه ورجعت لدارهم، حيت صافي حتى واحد في عائلتهم بقى سايق اخبارهم، صافي العريس دا العروسه ومشاو لدارهم، شكون اللي يعرف شنو وقع عندهم؟ حتى واحد ما وقع عندهم، ما عرف شنو عندهم. من داز الشهر السيده مابقاتش قاده تصبر، سمحت فيه ومشات لدارهم تتغوت وتتبكي تتقول لهم انا باغا الطلاق، انا مابقيتش باغا حامل هذا السيد نعيش معاه. مالو ياك لاباس؟ شنو دار لك؟ شنو فعل لك؟ ما دار لي حتى شي حاجه، كلشي مزيان، غير انا ما يمكنليش نعيش مع مرا، السيد ماشي راجل. او كيفاش السيد ماشي راجل؟ السيد ماشي راجل كيفاش؟ قالت لهم خوكم ماشي راجل، ولدكم ماشي راجل، انا ما نقدرش نبقى عايش معاه ناكل ونشرب، هذا انا ما خصنيش داكشي هذاك، انا خصني اللي يعيش معايا يكون راجل. المهم وقعوا مشاكل وتدخلات عائليه، والو السيده صافي تفك معاها طلقها، صافي ما كاملاش الشهر على داك الطلاق هذاك، حتى كان السيد ناض خطب وحده اخرى بنت عائله وخسر عليها عاوتاني دار عرس فحال الاول ولا كتر ديال الفريع، داكشي الضخامات وتهلا فيها في الصداق وفي كل شيء باش انه يتسمى انه داك بنت خالته، اولا بغى يجرب شي حاجه اخرى، انا غير مع داك بنت خالته دايره له شي حاجه ولا شي حاجه، مشى جرب الجميع، دار زعما داكشي ما تيتصورش مع داك العروسه الجديده اللي غادي تكون، باش يثبت انها لعائلته وكل شيء انه راجل قدام الناس، وانا قدام راسو كيفاش انها كان راجل وما بقاش راجل ما بين ليله وضحاها، غير مع داك السيده هذيك هو اللي دار وصنع وفعل في حياته وما خلى، ما هي بنت، ما هي 10، ما هي 20، ما هي 30، وجات اللي تزوج بها وما بقاش راجل فضحاتو، اذا شنو يتزوج بوحده اخرى. المهم خسر على داك الحرس كذلك كاع داكشي اللي تيملك ولا اكثر باش يجهز عاوتاني داك العروسه ودار لها داكشي اللي تتبغي. عاوتاني كذلك في الليله ديال العرس ديالهم السيد لا حول ليه ولا قوه ما تيقدر يدير حتى شي حاجه، صافي حتى هي بقات تتبكي وتغوت، وهذا ديك دارت له بالبال اكثر من الاولى، كيفاش السيد ماشي راجل، انا ما يمكنليش نعيش مع واحد ماشي راجل، كيفاش؟ مشاو عند الفقهاء، مشاو عند الرقات، ما خلا ما دار، مشى عند الطباء كذلك والو، من فقدت حتى فيه تمرته الثانيه الامل، صافي طلقات وحتى هي خدات المستحقات ديالها وطلبت الطلاق ومشات بحالها لدارهم حتى هي. ايوا والسيد بقى تيخمم كيفاش انني انا اللي كنت وليت من بقيت نتزوج بالحلال بغيت ندير راسي ندخل سوق راسي، عاد لقيت راسي ماشي راجل كما تيقولوا ما يصطلح عليه ماشي راجل. بقى يخمم مع راساتو هو يتفكر هذيك البنت هذيك، يتفكر انها اللحظه اللي كانت طالعه حلفات فيه، قالت له لا خليتها فيك، هذا ماشي انا بنت المراه. بغى يقلب عليها، عيا يقلب سول صحابات هاد الشركه والو ما عرفهاش، بقى يقلب نوامر التليفون خلاص بدلاتهم حتى هي وكذلك. وهو يتفكر واحد صاحبتها كانت مشات عندها الايام اللي كان خلاها، قالها سيري في حالك، هو باش يقلب عليها وقاها قال لها عافاك ورغبها عافاك اللي عندك النمره ديالها عطيها لي، قالت له لا راه ما عنديش، من غادي مشات لدارهم شونجات نمره التليفون ما عنديش، مي راني تنعرف اختها ساكنه في المدينه الفلانيه في البلاصه الفلانيه فايتن واحد المره مشينا عندها. المهم رغبها وزوق فيها وترجاها، قال لها حياه او زعما شي حاجه ديال حياه او موت انا يديني، بغيت نعرف بغيت نتلاقاها بها. قالت له المهم داها قال لها نخلص لك نهاراتك الخدمه وداك الشيء يلا ديني، داها مشاو عند اختها دقوا عليها بغى هاد الفلان بغى النمره اختك ولا بغى يشوف اختك فين هي، قالت له مرحبا. جات داتهم لدارهم عيطت لها، جات خرجت عنده مشات عنده تلاقاتو في الزنقه، اهلا لاباس بخير كي داز جوازك مشاو لي كاع الكلمات، العرس ديالك داز مزيان، عروستك صدقات مزيان لاباس بخير. قال لها عافاك سمحي لي. قالت له ما مسامحاكش، قلتها لك قلت لك ما مسامحاكش. قال لها مشات لي كاع الكلمات، قال لها بغيت غير نعرف انني كيفاش انني كنت معك راجل وملي تزوجت ما بقيتش راجل. قالت له قلت لك ما تنساهاش، ما عمرك تنساها وما عمرك باقي تكون تحلم راسك انه يكون عندك شي مرة في الحياة من غيري انا، وانك غادي تولد شي وحده في هذه الحياه، شي ولد ولا شي بنت في هذه الحياه تتمشي في حالك للقبر وانا كذلك للقبر. عيا يرغبها ويزوق فيه انها تحلو داكشي دايره، قالت له والله لا حليته،
انا النهار اللي رغبتك باش نجي نبات معاك في الدار، ما جيش لانني باغا ندوز معاك داك الليله ونجمع لك داك الشيء ديالك هذا. ديك الساعات جيت جمعت كل ما هو تيتعلق بك باش درت لك الدقه مكموله ثابته. ويعيا ولا الفقه ولا اللي ماشي فقه ما عمرها تفتح لك الا لا بغيت انا نفتحها. من غير داكشي هذاك ما عمرك تحلم به ولا عمرك تصور انك تكون راجل مع اي مرة. وعيا يرغبها كما قلت لكم وهذا والو. قالت له والو. المهم صافي الله يعاون الله يعاون، مشى في حاله وبقى يفكر كيفاش انه غادي يعيش حياته كاملها هكاك حياته كاملها هكاك. وضح ليه ماشي فكره، هو النيت كان تيبغيها، غير هو قال انها بنت المراه كيفاش انها صافي مي مشات معاه للدار وعاشت معاه وصافي وهذا بلا زواج. هو عنده داك الفكره ان اي وحده مشات مع راجل صافي راه يمكن لا دير داكشي مع 10,000 واحد. ما تيشوفش ان الانسانه مشات معاه غير هو ولا تتبغيه ولا داس انها شي ظروف اللي صافي هذا. مشى عيا يفكر ولا مشى عنده هز والديه وخوتو مشاو تدقوا عليهم في دارهم مشاو خطبوها وتزوج بيها. وحتى تزوج بها عاد مشات حيدت له داك الشيء اللي كانت دايره له داك الثقافه اللي كانت دايره له. ودابا راه عندهم جوج وليدات تبارك الله ما شاء الله. اللي يخليه لهم الله يخلي لهم وليداتهم ويفرحهم بيهم. وراهم باقين عايشين بخير مزيان، هي ما خاصها خير هو كذلك. ايوا هذه هي القصه اللي عاود لي داك السيد كامله مكموله. يعني كيفاش انه كان في الاول تيتفلى على بنات الناس في الطريقه راسو مفضي تام حاجه، ما هو راجل ما هو مرأة ولا عايش غير بيناتهم. وهذه هي القصه ديالنا احبابي وصحابي. تنتمنى اي واحد ياخذ العبره منها. ما عمر شي واحد يتفلى على شي واحد اخر تحت اي مسمى، لا ديال الزواج ولا ديال الصداقه ولا ديال التعارف. ان الدنيا دواره وكما جات فيا هاد المره تقدر تجي فيك. الله يمهل ولا يهمل. ايوا خليت لكم راحة الله وفي رعاية الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. بسلام عليكم وتنتمنى لكم الخير والطمأنينة والراحة. الله يعاونكم.